سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله عليك، انا عايز اقول لك مش انا سرحان معاك. الله يخليك، ربنا يخليك. الصوت الحلو ده ربنا يخليك. الحمد لله والله، يعني دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه يعني اداني، فانا بحاول ان انا يعني استفيد بيها في حاجه اللي هي تنفعني، يعني مش ادخلها في حاجه ان هي تبقى تضرني يعني فيما بعد، ان انا برضو يعني ايه الواحد لازم يكسب برضو اخرته. انت عارف ان دايما بيتقال ان الجيل ده بايظ، دايما بيتقال الجيل ده فاشل، دايما الجيل ده بيتقال الجيل ده بتاع الميديا وبتاع الافلام والمسلسلات. والله مش كله، يعني هو برضو يعني مفيش حاجه كامله ومفيش حاجه برضو ناقصه، يعني هو ايه مش هتلاقي كله حلو ومش هتلاقي كله وحش، فهتلاقي كده وهتلاقي كده، بس يعني جماعه في جيل زي الفل والله، في جيل ما تظلموش الجيل كله. انا عايزك توجه رساله للشباب اللي هي بمعنى من الاخر كده نسيت ربنا شويه وملهيه في والله هو انا لو هوجه رساله فعلا فهي اول حاجه الصلاه دي اول نقطه. والله لو واحد التزم بالنقطه دي اقسم بالله حياته كلها هتتغير 180 درجه، وبل 1000 درجه كمان، مش 180. الصلاه اول حاجه، الصلاه هي عماد الدين. سؤال واضح وصريح، انت هتجاوب على السؤال ده والناس هتتفرج على الفيديو هتجاوب عليه. شايف الشباب دلوقتي نسبة كام في المية ملتزمة وبتصلي، ونسبة كام في المية مش ملتزمة ومش بتصلي؟ لا هو طبعا يعني بالتقريب. لا هو بالتقريب هو طبعا ما بيصليش كتير بصراحة. اي حد هيتفرج على الفيديو ده قول لنا تفتكر نسبة قد ايه ملتزمة ونسبة قد ايه مش ملتزمة. هسيب لكم السؤال ده تجاوبوا عليه في الكومنتات. زي الفل.